الجزاء. السؤال اللي بعدي، أنا ذاكر قصة نبي، هذا النبي كان معجزة المشمش، قصة ممكن 20 سنة قبل، ما أدري. فواحد من ما أدري الإخوة والأخوات وصلتني رسالة يقول ما هي قصة نبي المشمش؟ فخلينا نقول قصة نبي المشمش. هاي الرواية يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان فيما مضى النبي، هذا النبي دعا قومه إلى الله 40 سنة. هاي حزورة إذا سألوكم شنو نبي المشمش هذا جواب. هذا النبي دعا قومه إلى الله 40 سنة ولا واحد آمن به. وحقيقة أقدر أقول المظلومون في التاريخ هم الأنبياء. لله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما طالبين منكم شيء، وتعالوا صيروا يا الله، اعبدوا الله، خير الدنيا والآخرة وراء. كانوا يضربوهم، يكسروهم، يقتلوهم، يذبحوهم بالمنشار، ينشروهم، يحرقوهم بالنار، نعوذ بالله. هذا النبي 40 سنة دعاهم إلى الله، ولا واحد. يوم من الأيام هذول دخلوا في معبدهم، كان عندهم يوم عيد، رايحين للمعبد. هذا النبي أيضا جاء باب المعبد، هذا النبي الوحيد الغريب، قال يا أهل الدنيا، يا ناس، يا أهل البلد، تعالوا إلى الله واعبدوا الله سبحانه وتعالى. يوم عيد طلعوا جماعة من الشباب قالوا خلينا نضحك شوية. قالوا له أنت من قبل الله؟ قال نعم. قالوا ربك كل شيء يقدر يسوي؟ قالوا نعم. قالوا احنا هاليوم يوم العيد، وكان قانونهم آنذاك يلبسون الثياب الصفر يوم العيد. قالوا احنا لابسين ثياب صفر، اطلب من ربك اللي انت تدعي ان يعطينا اكلة صفرة، طعام اصفر، نؤمن بك. قال تؤمنون؟ قالوا نعم. بسيطة. كانت عنده في الخشبة هناك عودة شالها، خلاها بالارض. قال الهي انزل عليهم مائدة صفراء. بالمكان هاي العودة اورقت واخرجت طعام المشمش، الرواع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع لهم مشمش من هذا اللي يعجبك، لاحق لذيذ، هاي طعام اصفر. بعضهم لما شافوا المعجزة بالمكان آمنوا بهذا النبي، أكلوا المشمش، أكلوه، أخذوه، أكلوه بالفعل فاكهة طيبة لذيذة وفيها فوائد. بعضهم أخذوا المشمش وأكلوا المشمش، ولكن كان تراهم العناد، قالوا حتى إذا ناكل المشمش ما راح نؤمن، وعدنا الآلهة نعبد بالآلهة، نعوذ بالله، نؤمن بالآلهة. فلما صار قرارهم هذولاك الفرقة الأولى أن يؤمنوا والفرقة الثانية لم يؤمنوا، إرواع عن رسول الله، هذولاك الذي قرروا الإيمان، تدرون وسط المشمش أكو نواة، وسط النواة أكو حبة مثل اللوزة، لب حبة المشمش للمؤمنين صار حلو، كسروا الحبات طلع اللب حلو. والذي قرروا أن لا يؤمنوا بهذا النبي رسول الله يقول لب الحبة مالهم طلع مر، هاي حزورة. فهذا النبي نبي المشمش الذي يسألوني، هذا كان قضيته. فآمن قومه، هي مو قضية مشمش، القضية قضية المعجزة. المعجزة أن يعجز عنه الآخر، وهو مو شغل ساحر. فآمنوا بنبيهم والباقون كفروا بنبيهم، نعوذ بالله.